السلام عليكم. من كام يوم انتهى مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. المفروض كنت هعمل مجموعة من الحلقات عن شخصيات في المسلسل ده، وكنت بدأت فعلا اشتغل على حلقة عن ايجون تارجيريان الثاني وشخصية ديمون تارجيريان، ومن بعدهم كانت هتتوالى الحلقات عن عدة نقاط مختلفة في المسلسل. ولكن في حاجة غيرت الخطة دي بالكامل لما اتفرجت على فيلم ذا لاست هاوس، فيلم جديد من انتاج نتفليكس. وملحوظة، انا مش جاي النهاردة اتكلم عن الفيلم، ولكن جاي اتكلم عن حاجة تانية خالص الفيلم ده خلاني اخد بالي منها. وعشان تفهم قصدي تعال نبص كده على الفيلم يا سيدي بيتكلم عن عيلة بيتحبسوا جوه بيت، ابواب البيت والشبابيك واي مصدر للهروب مغلق باحكام، ومهما حاولوا يهربوا مش بينجحوا. وفي نفس الوقت كل جيرانهم حصل معاهم نفس الشيء. وفوق كل ده كان في وحوش غريبة بتقدر تتحكم في المطر والطقس، والوحوش دي بتدخل البيوت بيت ورا التاني وتخلص على اللي فيه، واصلا محدش يعرف حقيقة الوحوش دي بالظبط او جات منين او عايزة ايه. حلو. اول ما شفت الفيلم عجبني بصراحة لانه تجربة لذيذة، لكن برضه لما ركزت معاه لاحظت حاجة غريبة. انا شفت نفس الروح دي في حاجة قبل كده. الفيلم فكرته جديدة وأصلية ومش شبه حاجة تانية، لكن تحسه كده واخد روح عمل تاني وماشي على نفس القواعد والتيمة بتاعته. وهنا بقى لمع في بالي مسلسل فروم، المسلسل اللي بيتكلم عن مجموعة من الناس بيتحبسوا جوه مدينة غامضة ومش بيقدروا يهربوا منها، وفي نفس الوقت في وحوش غريبة بتيجي بالليل وهدفها الأول قتلهم والقضاء عليهم من غير ما يعرفوا هم محبوسين في المدينة دي ليه بالتحديد، ولا يعرفوا حتى الوحوش دي جاية منين. كل عمل فني من دول له قصة أصلية فعلا، لكن الروح بتاعتهم واحدة، وتحس إن الأحداث اللي هنا فيها شبه من الأحداث اللي هنا. وفي اللحظة دي افتكرت فكرة كنت عايز أتكلم عنها من زمان، فكرة إن عمل فني ممكن ينجح لدرجة إنه ما يبقاش مجرد عمل ناجح، لكن يتحول إلى مدرسة. أعمال تانية تيجي بعده تحكي قصص مختلفة تماما، لكن تستخدم نفس اللغة والقواعد والروح اللي هو ساعد في تأسيسها. وعشان أبقى واضح من البداية، أنا هسمي الظاهرة دي في الحلقة دي The Godfather Effect، وبالتالي قررت أكنسل حلقة إيجون مؤقتا وأعمل الحلقة دي، وبعد كده نرجع تاني لعالم لعبة العروش. بس دلوقتي لازم نتكلم عن الجاد فازر افكت. ولكن في البدايه احب اعرفكم بنفسي، انا يوسف مجدي. ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت تعرفوني فيه رايكم، ويا سلام لو عملتوا شير للحلقه. اما لو جديد في القناه ففي البدايه احب اقول لك نورت، واتمنى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على حلقه النهارده. أنا هنا لما بقول ذا جاد فازر إفكت مش بتكلم عن مصطلح نقدي أكاديمي ثابت بالاسم ده، لكن بستخدمه كاسم مبسط للظاهرة اللي هنتكلم عنها. الظاهرة ببساطة بتحصل لما عمل فني ينجح في إنه يعمل حاجة مختلفة ويضع قواعد جديدة لطريقة معينة في الحكي، وبعده أعمال تانية تبدأ تستخدم نفس القواعد ولكن بقصص وشخصيات وعوالم جديدة. وممكن جدا الأعمال اللي تيجي بعده تبقى أفضل منه أو أكثر نجاحا جماهيريا، لكن يفضل العمل الأول هو صاحب الفضل في إنه رسم الطريق، لأن في فرق كبير بين العمل الأكثر نجاحا وبين العمل الأكثر تأثيرا. ومش شرط خالص إن العمل المؤسس يبقى أعظم عمل في المدرسة اللي أسسها، لكن من غيره ربما المدرسة دي نفسها ما كانتش هتظهر بالشكل اللي احنا نعرفه. ومن أهم الأعمال اللي نقدر نشوف فيها الظاهرة دي في تاريخ التلفزيون هو مسلسل ذا سوبرانوس. قبل المسلسل ده جزء كبير من الأعمال اللي بتناقش المافيا الإيطالية في أمريكا كان مايل لقالب معين، جريمة، عصابات، مكائد، عنف، أكشن، وصراعات بين رجال العصابات. لكن سنة 1999 نزل ذا سوبرانوس وقدم لنا شكل مختلف تماما لحكاية راجل المافيا. المسلسل ما كانش بيبيع نفسه للمشاهد باعتباره مسلسل أكشن تقيل، ما وعدش المشاهد إن في كل حلقة هيشوف معركة ملحمية لا تنسى، وما وعدش بمفاجآت ضخمة كل 5 دقايق، وما وعدش إنه هيقدم لك رجال العصابات بالشكل التقليدي اللي اتعودنا عليه في السينما. بالعكس، بطل المسلسل نفسه توني سوبرانو راجل عنده كرش في منتصف العمر، ومش بيحاول المسلسل أصلا يخليه نموذج للوسامة أو الكاريزما التقليدية. وحاولوا مجموعة من الرجال، بعضهم كبار في السن وبعضهم بعيد تماما عن الصورة التقليدية لرجل العصابات اللي اتعودنا نشوفها. حتى مشاهد العنف والأكشن في المسلسل مش هي محور التجربة، لأن صناع المسلسل كانوا مهتمين بحاجة تانية خالص، حياة رجل المافيا من الداخل، ازاي بيعيش، ايه اللي بيخوفه، ايه اللي بيحركه، ايه اللي بيحصل لعلاقاته، وازاي الجريمة ممكن تبقى جزء من حياة إنسان من غير ما الإنسان ده يتحول لشخصية كرتونية شريرة. توني سوبرانو نفسه الراجل اللي رجالته بتخاف منه كان بيروح لطبيبة نفسية وبيحاول يفهم مشاكله النفسية وعلاقته بأمه وعيلته وحياته. يعني انت عندك راجل ممكن الناس
تخاف منه في الشارع، لكن في نفس الوقت نشوفه ضعيف ومضطرب ومليان تناقضات. وده كان جزء أساسي من المدرسة الجديدة اللي المسلسل ده ساعد في ترسيخها، إن راجل الجريمة مش لازم يكون بطل أكشن، ممكن يكون إنسان معقد، وممكن المسلسل يهتم بعيلته ومشاكله النفسية وعلاقاته وخوفه وطموحه وانهياره بنفس القدر اللي يهتم فيه بالجريمة نفسها. والأهم إن المسلسل ما كانش بيحاول يقولك إن توني شخص كويس، بالعكس هو مجرم وقاتل، لكن المسلسل بيخليك تفهمه، ودي نقطة مختلفة تماما عن تبرير أفعاله. وكمان ذا سوبرانوس اهتم إنه يحط عالم الجريمة وسط الحياة اليومية العادية. راجل المافيا مش طول الوقت داخل في معركة، هو ممكن يقعد على سفرة مع عيلته، يتخانق مع مراته، يروح للدكتور، يتكلم مع أولاده، وبعدها يرجع لشغله الإجرامي. وده تحديدا هو النوع من البناء اللي فتح الباب أمام أعمال كتيرة بعده، وأشهر مثال هنا هو بريكنج باد. نجاح بريكنج باد الجماهيري كان ضخم جدا، ويمكن عنده جمهور كبير النهارده، ويمكن يكون أشهر من ذا سوبرانوس أصلا، لكن الشهرة والنجاح الجماهيري حاجة والتأثير على الصناعة نفسها حاجة تانية خالص. وبريكنج باد نفسه واحد من أهم الأمثلة اللي نقدر نشوف فيها تأثير المدرسة اللي ساعد ذا سوبرانوس في تأسيسها. وطبعا أنا هنا مش بقول إن بريكنج باد نسخة من ذا سوبرانوس، القصتين مختلفين تماما، والعالمين مختلفين، والشخصيات مختلفة، لكن لو بصيت لطريقة بناء الشخصيات هتلاقي روح مشتركة واضحة. في بريكنج باد بنتعرف على والتر وايت، مدرس الكيمياء العبقري اللي في الخمسينات من عمره وعايش حياة مسالمة وهادية، لكن في يوم بيعرف إنه مصاب بالسرطان وقدامه فترة محدودة من الحياة، فبيقرر يستفيد من خبرته في الكيمياء ويصنع المس ويوزعه، ويستعين في شغله ده بطالب سابق ليه اسمه جيسي بينكمان. جيسي اللي كان زمان شايف والتر قدوة ليه، في يوم وليلة بقى شريكه في تجارة المخدرات. وهنا المسلسل مش مهتم أساسا إنه يخليك تتفرج على والتر باعتباره بطل خارق، هو مهتم أكتر بدراسة التحول اللي بيحصل للإنسان. الراجل اللي بيبدأ المسلسل كشخص مسالم، ومع الوقت الظروف والاختيارات اللي بياخدها بتخليه يتحول لشخص مرعب وقاتل بدم بارد. يعني زي ذا سوبرانوس، الجريمة هنا مش مجرد وسيلة عشان نعمل مشاهد أكشن، الجريمة أصبحت أداة لدراسة النفس البشرية. وده بالظبط اللي يخلي بريكنج باد مثال مهم على فكرة العمل اللي بياخد قواعد مدرسة سابقة ويستخدمها عشان يبني عالم جديد تماما. والتشابه مش واقف عند والتر وايت، جيسي بينكمان نفسه بيفكرني جدا بكريس مولتسانتي من ذا سوبرانوس. جيسي كان طالب عند والتر وبيعتبره قدوة، وبعدها دخل معاه عالم المخدرات، وفي نفس الوقت المسلسل كشف لنا جوانب مختلفة من شخصيته، شخص عنده مواهب فنية وعنده رغبة في انه يعمل حاجات مختلفة، ومش قادر يلاقي نفسه بالكامل في عالم الجريمة. وده قريب جدا من كريس كان بيشتغل مع توني سوبرانو، وتوني كان شايف فيه شخص قريب منه جدا، خصوصا بسبب علاقته بوالده ديكي. لكن كريس نفسه كان عنده حلم مختلف، كان عايز يكتب ويألف أفلام، وكان شايف نفسه فنان وكاتب، رغم انه اتسحب أكتر وأكتر لعالم الجريمة. فالاتنين عندهم نفس الفكرة تقريبا، شخص دخل عالم الجريمة لكن جواه جزء مش حاسس ان المكان ده هو مكانه الحقيقي. وطبعا الشخصيتين مش متطابقين، لكن التشابه في طريقة كتابة الشخصية واضح ومثير للاهتمام. والتشابه بين المسلسلين امتد كمان للجانب الأسري. مثلا في ذا سوبرانوس بنقضي وقت طويل مع توني وهو وسط عيلته مع مراته وأولاده، ونشوف تأثير حياته الإجرامية على البيت. ونفس الفكرة موجودة بقوة في بريكنج باد. الجانب العائلي في حياة والتر وايت كان جزء أساسي من الحكاية، وعلاقته بمراته وأولاده كانت من أهم أدوات المسلسل في دراسة تحوله. وحتى جيسي علاقاته العاطفية والشخصية كانت جزء من فهمنا له. فلو فضلت أعد أوجه التشابه بين العالمين مش هنخلص، لكن المهم هنا مش إننا نثبت إن بريكنج باد نسخة من ذا سوبرانوس، المهم إننا نفهم إن ذا سوبرانوس ساعد في ترسيخ طريقة جديدة للتعامل مع عالم الجريمة، طريقة خلت الجريمة خلفية لدراسة الإنسان بدل ما تكون هي الموضوع الوحيد. وده هو معنى إن عمل فني ساعد في تأسيس مدرسة. لكن طبعا مش لازم العمل المؤسس يكون مسلسل، ممكن يكون فيلم، وممكن يكون رواية، وممكن حتى يكون عالم كامل. وأفضل مثال هنا في رأيي هو ذا لورد اوف ذا رينج. دلوقتي لما تسمع كلمة فانتازيا غالبا هتلاقي في دماغك مجموعة من الصور والقواعد اللي احنا بقينا متعودين عليها، عالم خيالي واسع، ممالك، ملوك، سحر، كائنات وأساطير، أعراق مختلفة، رحلة بطل، صراع بين الخير والشر. واللي كان السبب بقى في ان كل الحاجات دي تيجي في بالك اول ما تسمع كلمة فانتازيا هو تولكن، كاتب ملحمة ذا لورد اوف ذا رينج. وده مش معناه ان تولكن اخترع الفانتازيا من الصفر، طبعا لا، الفانتازيا والاساطير والحكايات الخرافية كانت موجودة قبله بقرون طويلة، لكن عبقرية تولكن انه اخذ مجموعة كبيرة من العناصر دي وبنى منها عالم متكامل بتاريخه ولغاته وشعوبه واساطيره وقواعده. ومن هنا ذا لورد اوف ذا رينج ما كانش مجرد قصة
قصة فانتازيا ناجحة، لكنه ساعد في تشكيل صورة الفانتازيا الحديثة اللي أثرت على أعمال ضخمة جت بعده. واحد من أشهر الأمثلة اللي اتأثرت بالعالم ده هو عالم أغنية الجليد والنار لجورج آر مارتن. ومارتن نفسه مش بيخبي إعجابه بتولكن وتأثره بيه، لكن المثير هنا إن مارتن أخذ بعض القواعد الأساسية اللي رسخها تولكن وبعدين بدأ يكسر قواعد تانية. عندك مثلا من الحاجات المتشابهة إنه عالم ضخم وفيه ممالك وعائلات نبيلة وصراعات على السلطة وتاريخ قديم وأساطير وكائنات خارقة وحروب ضخمة، لكن مارتن قدم كل ده بروح أكثر قسوة وواقعية وخلى الشخصيات أقل مثالية والعالم أكثر رمادية أخلاقيا. يعني تقدر تقول إن تولكن ساعد في رسم الطريق ومارتن مشي في الطريق ده لكنه أخدنا المكان مختلف. وده بالظبط اللي بيحصل مع الأعمال المؤسسة، التلميذ مش لازم يمشي في نفس الطريق بنفس الطريقة، هو ممكن ياخد القواعد الأساسية وبعدها يطورها ويكسر بعضها ويضيف عليها. وأحيانا التلميذ نفسه يطلع بعمل أعظم أو أكثر نجاحا من العمل اللي سبقه، لكن يفضل العمل الأول هو اللي فتح الباب. ومع المثال ده بتنتهي حلقتنا، وطبعا في أمثلة كتير غير دول، فلو الحلقة عجبتكم ممكن نعمل منها جزء تاني نتكلم عن أعمال تانية اتأثرت بأعمال قبلها. حلقة صغيرة أنا عارف، لكنها كانت فكرة في دماغي وحبيت أتكلم عنها. أتمنى تكون عجبتكم. وفي النهاية لو وصلت لنهاية الفيديو عايز أقولك إني بحبك وعايز أتقل عليك وأطلب منك تدعمني بلايك وشير وتقولي رأيك في كومنت. ولو أول مرة تشوف القناة أتمنى تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم يوسف مجدي، وسلام عليكم.